قام العاهل الملك عبد الله الثاني الخامس بزيارة بيت عزاء محمد زكريا الدويمة الذي قتله رجل أمن إسرائيلي في السفارة الإسرائيلية بالعاصمة الأردنية عمان. وقال العاهل الأردني مخاطبا زكريا الدويمة والد القتيل إن ابنك هو ابني وأحد أفراد أسرتي ولن أفرط بحقه. وكان رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة قد أكد اهتمام الملك عبد الله بهذه القضية، لافتة إلى أن الحكومة ستقوم بمتابعة هذه الموضوع حسب القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية لضمان تحقيق العدالة. كما شدد الطراونة على أن الأردن يعتبر ما حدث جريمة يتابع حيثياتها النائب العام، مشيرا إلى أن هذه الجريمة لم تدخل ضمن أي صفقة تتعلق بالمسجد الأقصى. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.